اخواني الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما اكلمك عن اي اخبار عندي، عاوز اوجه رساله للراجل المحترم اللي هيظهر عندك في الصوره ده، وهو حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. طز في كلامك، طز في ادائك، طز في نتائجك. ده البيه طالع مش عاجبه منتقدي اللي بيطلعوا ينتقدوا الاداء الخزعبلي اللي بيقدمه منتخب مصر مع الكابتن المحترم حسام حسن. فانا عايز اوجه لك رساله في كلام، في ادائك، في تاهلك. ليه بقى؟ لانك النهارده طالع ومش عاجبك الناس اللي بتنتقدك، مع ان انا حر شايف الاداء مش كويس، فبطلع انتقد الاداء الزباله اللي انا شايفه منتخب مصر بيقدمه مع سيادتك. ايه الغلط في اللي انا بقوله؟ مفيش. ده طالع بينتقد الناس ويقول انا بقدم تاريخ. انهو تاريخ بتقدمه؟ ما في غيرك صنع التاريخ باداء اوسخ من ده مليون مره، وطلع ما اتكلمش ولا فتح بقه. وهو هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب مصر السابق اللي اتاهل بالمنتخب لكاس العالم في قطر 2022، ما سمعناش صوته ولا طلع يتكلم بالاسلوب البجح اللي حضرتك طلعت تتكلم بيه ده. ما شفتش حاجه زي كده خالص. فانت النهارده ايه؟ اصل انا بصنع تاريخ. ما غيرك صنع تاريخ. هو التاهل لكاس العالم بقى تاريخ؟ امال المغرب بيعمل ايه اللي انت طالع حضرتك بتشبه نفسك بالمدير الفني للمنتخب المغربي وادي ركاكي؟ هكلمك في الموضوع ده قدام شويه. تمام؟ فانا النهارده طالع مش عاجبك الناس اللي بتنتقد الاداء الزباله مع منتخب مصر، وده اداء يعني اوزبكستان مدينا على عينينا، وجاب فيردي ده اصلا اخضر بنتعادل معاهم بنكسبهم بضربات الجزاء. يا عم انت مش قادر تسيطر على المنتخب، ما تروحش وش الناوي اللي زعلان من تغييره ده. انت مش قادر تسيطر على المنتخب ده، دي لوحدها فضيحه. وبعدين التاهل اللي هو افريقيا بقى انجاز، امال وبقى تاريخ. امال التاريخ مين؟ امال حسن شحاته ده يعتبر ايه؟ ده التاريخ بحاله اللي كسب افريقيا وتاهل لها 3 مرات وكسبها 3 مرات. في ناس في فتره كان فيها عتاوله، منتخبات عتاوله. انت النهارده ما قدمتش يعني ما قدمتش حاجه تبين انت مدرب كبير، ولا منتخبك حد خايف منه. انت بتقدم اداء خزعبلي. ده انت ما قدمتش، يعني ما قابلتش منتخبات من عليها كلاس بي تقدر تنافسهم. اول منتخبات عليهم القيمه بتلعبهم مش قادر تفرض ادائك عليهم. مش هقول لك تكسبهم، تفرض ادائك عليهم. يبان المنتخب بتاعنا قوي، عنده التحامات، عنده فنيات، لكن اللي انت بتقدمه ده في حاجه اسمها سمك لبن تمر هندي. ده اللي افهمه. فانت النهارده زعلان من منتقدينك والتاريخ. تصنع ايه؟ ما قلت لك ورديت عليك اللي صنع التاريخ قبلك هيكتور كوبر بتاهل منتخب افريقيا وتاهل منتخب كاس العالم، ما طلعش يشرشح لنا زي الطريقه اللي انت طالع تشرشح لنا بيها دي. وبعدين طلعت تقول ايه؟ ده انا باخد عادي بالجنيه. انا مالي تاخده بالجنيه تاخده بالدولار؟ انت جاي تذلنا يعني. لما يجي في يوم من الايام واتحاد الكوره يقيلك كمدير فني لمنتخب مصر، وانت تطلع تقول من اسباب اقالتي او من اسباب عدم النتائج الكويسه ان انا كنت باخد عقد بالجنيه، هو ده منطق؟ هو ده عقل؟ يعني احنا ذنبنا ايه انك بتاخد عقدك بالجنيه؟ دي مش مشكلتنا. وطلعت تقول بصوا على المغرب. ابص هوريك المغرب اللي مكتسحه كل البطولات من فتره، من 2018 اعتقد او 2021 مش فاكر، لكن اعتقد من 2018 المغرب اكتساح. شفت الانتخابات كده لما يجي واحد مرشح كسب مرشح فيقول اكتساح رشدي الخيال اكتساح. هو ده بالظبط المغرب اللي حضرتك يعني بتقارن نفسك بيهم، من وليد الركراكي اللي كسب بطوله افريقيا وتاهل لكاس العالم. مجموعته فيها مين؟ كرواتيا وكندا وبلجيكا. كانوا مسمينها مجموعه الموت للمنتخب العربي. ما فيش اي منتخب عربي ولا افريقي مجموعته كانت قويه زي مجموعه المغرب. فعمل ايه وليد الركراكي في اولى ماتشاته؟ اتعادل مع كرواتيا 0-0، كسب بلجيكا 2-0، بعد كده كسب كندا. ده مش بقول لك اتعادل، بقول لك كسب بلجيكا الوحش. كسب بلجيكا اللي فيها دي بروين وفيها عتاوله، عد من هنا قول كورتوا وقول ملايين اللعيبه المحترفه. فانت النهارده عمل ايه بعدها بقى؟ كسب بلجيكا وبعد كده كسب كندا 2-1، بعد كده اتعادل مع اسبانيا. طول في كلمه اسبانيا وتقول ليه؟ مع اسبانيا وعدها بضربات الجزاء. بعد كده كسب البرتغال بكريستيانو ببرنالدو بلاعيبه عتاوله. ده منتخب المغرب وصل لنص النهائي، انهزم من مين؟ انهزم من فرنسا بطلة العالم بأداء مشرف. لعب مركز ثالث رابع قدام كرواتيا الوحش. كرواتيا الوحش اللي كانت اللي كانت بتقابل الارجنتين. انت فاهمني؟ انت فاهم؟ انت بتقارن نفسك بمين؟ انت بتقارن نفسك بليفل الوحش. ده ليفل الوحش اللي بيقدمه الكره المغربيه او الكره الافريقيه كلها المغرب عملته، وياخد رابع العالم بعد ما عمل مباراه محترمه قدام كرواتيا وانهزم 2-1. يا راجل يا هجاص، ده اسمه هجص ان اقارن نفسي بمنتخب اسمه منتخب العتاوله ودي فن قدم حاجات كويسه. سيبك بقى من النتائج، بص الاداء المغرب في البطوله،
بص اداء المغرب في المنتخبات كلها العمريه بيقدم العمل ازاي. ده لسه كاسبين كاس العالم يا راجل للناشئين، لسه كاسبين كاس العالم. انت فاهم؟ انت بتقارن حضرتك بتقارن نفسك بمين؟ في النهايه اقولها لك، اول اختبار حقيقي ليك يا كابتن حسام هو افريقيا اللي جاي، وببشرك من دلوقتي من واحد عنده 26 متابع وهاجي فيهم الاول اقولها لك، انت مش هتكون المدير الفني لمنتخب مصر في كاس العالم اللي جاي 26. افتكر الكلمه دي من واحد لسه محدش يعرفه، انا اقولها لك وانت محدش عارفني لحد دلوقتي. حسام حسن لن يكون المدير الفني لمنتخب مصر في كاس العالم 2026. ده انت النهارده الاعلام كان هيسلخك، ومن الاعلام كان هيسلخك على الاداء والنتيجه لو نزلت بالكراس الارض. فانت عملت حيله ذكيه جدا ان طلع الشناوي اللي طلع مش عاجبه كلامك وعمال يبكبك على الخط وما عرفتش تقول له انت تقول ايه حتى، ونزلت مين؟ مصطفى شوبير ابن النجم احمد شوبير عشان الدنيا تقيله شويه، وما عندناش اعتراض مصطفى شوبير على فكره حارس مرمى كويس عشان تبقى عارف، لكن اصلا الشناوي ممتاز في ضربات الجزاء، فده مش فكر واحد بيغير عشان ضربات جزاء. خلينا منصفين في الحته دي. انت ده كله عشان تهدي الاعلام شويه عن طريق مين؟ حبيبك كابتن احمد شوبير. ما علينا وانسى كل اللي بيحصل ده، تعالى نتكلم عشان بص انا بقول لك انسى كل اللي حصل ده ليه؟ لان في ناس مش هتقتنع بكلامك وناس هتقتنع بكلامك، انا بقول رايي وانت ليك حق الرد في الكومنتات. فانا بقى دخلت عليك سخن شويه، فانا اقول لك اخواتي الكتيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابدا حلقتنا من هنا اللي انت عاوز تتفرج عليها. فمن فضلك حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، هستاذنك من فضلك بعد اذنك انا اسف تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتكلم. بص يا سيدي، الزمالك ولا الاهلي؟ اهلي ولا الزمالك؟ تعالى نتكلم من الزمالك. بص يا سيدي، الزمالك جات لي معلومه مهمه جدا ان الزمالك من شخص موثوق بالنسبه لي بيقول لي ان الزمالك بنسبه تخطى ال 100% هيخلص كل المساحات عليه وهيجيب صفقات في يناير، ولو الكلام ده ما حصلش اطلع اسلخ مجلس الاداره بنفس اللفظ كده، اطلع اسلخ مجلس الاداره. انا عندي معلومه مؤكده ان الزمالك هيفك القيد في يناير ايا كانت النتيجه. قلت له خلاص انا هسكت لحد انتقالات يناير بالنسبه للصفقات وبالنسبه للقيد، لكن الحاجه اللي مش هتعجبني هطلع اقول فيها بمنتهى الصراحه قال لي حقك. تعالى بص يا سيدي، اول لاعب الزمالك حاطط عينه عليه وبعت عرض رسمي. الزمالك في الانتقالات اللي فاتت كان حاطط عينه وموجه انظاره لمين؟ لمحمد مسعد لاعب فريق مودرن سبورت، لعيب كويس جدا، لكن هنبدا اقول لك رايي انا مش هبدا اقول اللعيب ده كويس قوي غير لما اشوف اداؤه في الملعب. انا مش اداؤه في الملعب ده اتكلم، انا شفت شيكو بنزا مهاراته وبتاع وكعوبه وافلاماته وممكن يعمل كوبايه شاي وهو بلبن كده وهو بيلعب، لكن اداء لحد النهارده ما اقنعش اي حد. وانا اتكلمت ان انا بقول لك انك تبيعه وتجيب محترف نضيف احسن منه. حلو، لكن الزمالك وجه انظار وبعت فاكس رسمي لمسؤولي مودرن سبورت للتعاقد مع محمد مسعد. ده اول صفقات النادي حاطين عليها. المفاجاه الكبرى فجرها النهارده المحمودي على قناه اون تايم سبورت او اون سبورت، تمام؟ قال لك الزمالك وجه انظاره للتعاقد مع اللاعب الجزائري احمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا السابق والاهلي السابق. مفاجاه مدويه، الزمالك بيحاول يستطلع عن طريق مقربين من احمد القندوسي اللاعب الجزائري لرغبته في يعني يشوف رايه هل هو عنده رغبه يرجع تاني الدوري المصري ولا لا. وكان الرد ان الراجل على كلام المحمودي مستعد يسمع لان عنده رغبه لو كان العرض كويس ان يرجع تاني للدوري المصري عن طريق بوابه الزمالك. ده على كلام المحمودي، ده اللي قاله المحمودي على برنامج في اون سبورت. هل الكلام ده صح؟ انا ماليش معلومه بيه. طب انت موافق على قندوسي؟ اقول لك قندوسي موهبه كبيره جدا ولعيب كويس جدا واتمنى للزمالك لو هتمشي شيكو بنزا وتجيبه انا ما عنديش مانع. وده الكلام اللي طلعت اتكلمت فيه في الحلقه اللي قبل اللي فاتت او اعتقد اللي فاتت لما قلت انت عندك لعيبه زي صلاح الدين مصدق، انا كاتب اهوت، انت النهارده ممكن تخليه يمشي. وسهل هيكتبها بسبب عدم الاستعانه به في الفتره الاخيره وبسبب سهوله تعويض مركزه. انا بقول الكلام، فلو مشيت لعيبه زي شيكو بنزا وصلاح الدين مصدق وقدرت تجيب لعيبه كويسه زي احمد القندوسي ولعيبه كلاس ايه، انا معاك وببصم بالعشره. فالزمالك زي ما قلت لك اول لاعب هو محمد مسعد، والمحمودي بيفجر مفاجاه للتعاقد مع القندوسي والزمالك حط عينه عليه. موقع القاهره 24 طلع واتكلم وقال خبر موجود على السوشيال ميديا ممكن تشوفه ان محمد السيد في عزاء المغفور له محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق، ونتمنى له الدعاء في الكومنتات يا جماعه، ده حاجه لله، ادعوا الراجل ده بالرحمه والمغفره. قال ان محمد السيد
موقع الكهرباء عشان لك ان محمد السيد في عزاء المغفور له محمد صبري اتكلم مع اللعيبه القدامى انه مستعد لتخفيض مطالبه وعقد جلسه مع نادي الزمالك لتجديد التعاقد. طب يا أنس الزمالك عاوز محمد السيد يجدد؟ اقول لك اه. طب الخبر ده صحيح؟ اقول لك اشك. ليه؟ لان العزاء مش مجال للحديث في بعض الحاجات بالنسبه للانتقالات، في اوض مغلقه وفي جون ادوارد المدير الرياضي، وحتى لو كلم اي حد من اللعيبه القدام مفيش حد هيقدر يمشي كلمه في نادي الزمالك، حتى رئيس النادي في موضوع الانتقالات زي جون ادوارد. خلينا منصفين في الحته دي وخلينا نقول الحقيقه، ما بندللش ولا بنكذب. المسؤول الاول عن ملف الكوره داخل نادي الزمالك هو جون ادوارد فقط لا غير. حسين لبيب وهشام نصر رئيس النادي ونائب رئيس يحق لهم يعني ابداء المشوره، العلم بالشيء، لكن المسؤول الاول عن ملف الكوره زي الناس كلها عارفه هو جون ادوارد. فبالنسبه لك الخبر ده ملوش اي 30 لازمه، لكن الزمالك حاطط في عينه انه يخلص يخلص. الزمالك من بدري بدري بيحاول يخلص صفقاته ويشوف المطلوب، يعني ايه اللي المفروض يتعمل بيعمله. زي مين؟ اللاعب النهارده اللي جاب ضربه جزاء سوبر ستار وحسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك. حسام عبد المجيد الزمالك هيعقد جلسه معاه، وحسام عبد المجيد قال او مجلس او حد من اعضاء مجلس الاداره يطلع ويتكلم ان من اولويات نادي الزمالك الفتره الجايه الحفاظ عن القوام الرئيسي اللي فيه مين؟ اوله حسام عبد المجيد من تحت. وقال لك ان الزمالك هيعقد جلسه مع حسام عبد المجيد الايام المقبله لتحديد المطلوب وانهاء التعاقد مع اللاعب، لانه ما شايفين ان حسام عبد المجيد من الاعمده الرئيسيه لنادي الزمالك. فالزمالك ومن بدري بدري بيحاول يحافظ على النجم بتاعه عشان خاطر مين؟ ما يكررش نفس سيناريو زيزو. قول له رايك في الكومنتات بالنسبه للحته دي، هل انت موافق على تجديد حسام عبد المجيد عقده ولا لا؟ خلينا بقى نخش على بعض الاخبار الثانيه اللي عندنا. كلمتك في الحلقه اللي فاتت الحمد لله، خبر النهارده موجود على السوشيال ميديا كلها ان الاهلي موجه انظاره للتعاقد مع مدافع، وقلت لك اللعيبه المرشحه للانتقال للنادي الاهلي والاهلي عاوز يخلص معاه وهو اللاعب عمر فايد، والسوشيال ميديا كلها بتتكلم على اخبار النهارده. فالنهارده بقول لك مسؤول الاهلي تواصلوا عن طريق وكلاء مع عمر فايد باستطلاع رايه في رجوع مره ثانيه الى الدوري المصري عن طريق الاهلي. الراجل رد عليهم ما قفلش الباب. يعني ايه اقول ما قفلش الباب؟ قال لهم انا رافض الرجوع حاليا للدوري المصري، تمام؟ وليس للاهلي شخصيا، انا عاوز اشوف موضوع الاحتراف واجلهم الموضوع لحد نهايه الموسم. انا مش هقدر انتقل للاهلي في يناير. هنا بقى خلي بالك تخش حاجتين اتنين، العقليه والفلوس. بمعنى ايه العقليه والفلوس؟ الاهلي بيسموها ايه؟ القوى الشرائيه الكبيره هيقدر يزغلل دماغ عمر فايد ويخليه يجي على الدوري المصري بالفلوس. وهنا بقى موضوع عقلي، اللاعب بيقدر يشوف مستقبله في لحد نهايه الموسم وما يرضخش للعقود. وانا عمر فايد وإياد العسقلاني انا رشحتهم في بدايه الميركاتو لنادي الزمالك، مدافعين سوبر ستار وسنهم صغير ويقدروا يضيفوا جديد داخل نادي الزمالك. في بقى معلومه انا قلتها الحلقه اللي فاتت بخصوص حامد حمدان وان الاهلي حاطط عينه عليه، فكلمني شخص مقرب جدا من السوشيال ميديا، راجل محترم يعني وعنده متابعين كتير، شاف الفيديو بتاعه وطلع واتكلم قال لي معلومه حامد حمدان الاهلي عاوزه صح، وهزيدك من الشعر بيت يا انس دي حاجه ليك. قلت له اطلع ازيع، قال لي زيع وامسك المايك كل اللي انت عاوزه. قلت له حبيب اخوك ايه يا صاحب الدنيا؟ قال لي حامد حمدان فعلا الاهلي حاطط عينه عليه. مش بس كده وخلاص الموضوع انتهى، امال في ايه يا صاحبي؟ قال لي ان الاهلي عامل قايمه كبيره حاطط فيها اكتر من لاعب فلسطيني، يعني زي ما حصل في الزمالك. عندك بقى اسمه ايه، عمر فرج ووليد دباغ وادم كايد وحامد حمدان، ودي قايمه كبيره. الاهلي عامل قايمه كبيره بيحاول الفتره دي يصغرها عشان يعرضها على ايرستروب المدير الفني الاهلي لاختيار ما يريده من الناس دي. وانت شفت الفتره اللي فاتت ناس مرشحه الاهلي زي اللهم ذكرني يا عم اسمه ايه، اسد الحملاوي، عمرو الجبلاوي، اسد الحملاوي ملاعب المنتخب الفلسطيني، ده من اللعيبه المرشحه، تمام؟ بص بقى يا سيدي وهنشوف الفتره الجايه يحصل ايه. طلعت الحمد لله وكلمتك قلت لك اللعيب اللي الاهلي حط عينه عليه كمهاجم وهو لعيب محلي هو اسامه فيصل.
موقع في الجول، الحمد لله اخبار بتتحقق اهي، الحمد لله كلام بيطلع اهو. خش على موقع في الجول هتلاقي الخبر ده. قال لك موقع في الجول في خبر اتكلم فيه ان الخيار الاول للتدعيم هجوم الاهلي هو اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي، والاهلي لم يغلق الباب تجاه الصفقه. الاهلي من النهايه انا بقول لكم معلومه اكيده من عندي، مش عاوز يكلف نفسه ويجيب مهاجم اجنبي. ليه؟ لانه لحد النهارده ما خلصش مشكله المدافع المغربي اشرف داري، والاهلي يعتبر القايمه عنده مقفوله، الخمسه عنده موجودين. فالاهلي لحد النهارده بيحاول يسوق او يخلص نفسه من المدافع المغربي اشرف داري، ولسه مش عارف. وعنده خيار كويس مطروح في السوق وهو اسامه فيصل، والاهلي شايف ان اسامه فيصل دي معلومه من عندي هو مستقبل هجوم الاهلي في الفتره المقبله، وهيضغط في الميركاتو ده ان ما كانش يعني نهايه في بدايه الميركاتو اللي جاي، مش الشتوي، الصيفي، للضغط والظرف بخدمات اسامه فيصل. خلينا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. لكن دي رساله جايه لي من شخص مبسوط قال لك اتقل على مجلس اداره نادي الزمالك، اتقل لحد يناير. ليه يا عم اتقل؟ قال لي هتشوف ما يسركم، احنا قاعدين مستنيين. لكن قلت له الخبر اللي انا شايفه هم مقصرين فيه هطلع اقول قال لي عيش. لكن بالنسبه للصفقات وبالنسبه لخلق القيد قال لي اصبر هتاخد حاجه نظيفه. بقول له ليه؟ فانا سامع ان الزمالك عاوز مين؟ غنام محمد لاعب نادي مودرن سبورت، كمان لاعب نص الملعب. وانا قلتها لك، والزمالك بالنسبه لي في حته مهمه جدا ان عنده لعيبه كتير تقدر تدخلهم في صفقات تبادليه. سيف وجعفر، سيف الدين الجزيري، صلاح الدين مصدق، ايشو، جهاد، عندك لعيبه كتير تقدر تدخلهم في صفقات تبادليه وتستفيد بيها. خلينا نشوف الفتره الجايه تحصل فيها ايه. لكن طلب اخير من اخوك، لو وصلت لحد النقطه دي ترد عليا وتقول لي اسمك في الكومنتات، هطلع احطه الفيديو الجاي. لكن في النهايه انا بتشرف بكل واحد يتابعني، واتشرف جدا لو دعمتني وكلامي عجبك انك تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم دي. وان شاء الله استنونا في حلقات جايه كتير، واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام.